ومستمرين في سلسلة المعجنات اللي عملناها مع بعض خلال الفترة اللي فاتت. معجنات تنفع لكل حاجة، سندوتشات مدارس، رحلات، كمان لو فطاير للعشاء. كلها كانت حاجات ممتازة. لو حابين تشوفوها اتفضلوا اخشوا على قناتي واتفرجوا على الفيديوهات. والنهاردة عملت لكم فيديو جميل جدا، العيش بطريقة جميلة جدا جدا وبأسهل طريقة، وكمان بكمية بسيطة خالص. يعني في وصفة النهاردة عملنا العيش الشامي بتاع السندوتشات، برضو هينفع معاك سندوتشات للولاد المدارس بطريقة حلوة خالص يا حبايب قلبي. وكمان بنص كيلو بس من الدقيق عملنا اللهم بارك 15 رغيف من العيش. يعني عايزه اقول لكم مقادير خالص بسيطه جدا جدا جدا، مش هتتخيلي قد ايه بساطتها. يعني احنا كمان في شعارنا في قناتنا بنبسط الامور ما بنعقدهاش. يعني الموجود عندك يا حبيبه قلبي اشتغل عليه، والموجود في مطبخك نفذي بيه الطرق اللي انت بتحبيها والحاجات كمان اللي ولادك بيحبوها. شايفين العيش بتاعنا اللهم بارك كان بيقب ازاي ومنفوخ في قلب الطاسه، وكمان عملناه على البوتاجاز من فوق مش في الفرن ولا حاجه. اللهم بارك. هينفع معاكي سندوتشات بدل ما تشتري فينو لا، وبعدين تقفي كمان في طوابير وتجيبي عيش، وكل دي كلها حاجات مضيعه للوقت وكمان للفلوس. فاللهم بارك هتعملي كميه حلوه قوي قوي زي ما قلت لكم بنص كيلو بس من الدقيق، يعني 4 كوبايات من الدقيق. شايفين جمال العيش بتاعنا اللهم بارك. صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج بإذن الله تعالى. يلا بينا حبايب قلبي متابعيني. طبعا لسه اول مرة يشوف قناتي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل ما هو جديد من فيديوهاتي من مطبخ ماما سحورة. مبدئيا كده معايا في البولة بتاعتي نص كيلو من الدقيق. هو عبارة عن 4 كوبايات دقيق، كوبايات المج العادي بتاع الشاي اللي موجود في كل مطبخ. تمام. وحطيت عليه معلقة صغيرة، معلقة صغيرة مش اللي هي معلقة الشاي، خدوا بالكم شفتوا المعلقة الصغنطوطة اللي انا شغالة بيها دي اللي هي بتاعة الايس كريم والزبادي. معلقة صغيرة من الملح، وحطيت منها معلقتين من السكر، وحطيت برضو 3 معالق من المقدار دوت لانها صغيره فعلا. يعني المعلقه دي ما يعني ال3 معالق منها خميره بيعادلوا معلقه كبيره من بتاعه الاكل اللي موجوده برضو في كل مطبخ. فحطيت 3 معالق منها من الخميره الفوريه. وبعدين حطيت معلقه واحده من البيكنج صودا او البيكنج باودر برضو موجوده في كل مطبخ. بعد كده بقى حطيت كل المكونات الجافة كلها مع بعضها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وبعدين بدأت اقلبهم كلهم مع بعض بحيث ان كل المكونات الجافة تتجانس مع بعضها اللهم بارك، علشان نقدر نبدأ نعجن في العج... العجينة بتاعتنا وتطلع لنا نتيجة ممتازة. وكمان اتأكد ان كل المكونات تجانست مع بعضها بإذن الله تعالى. طيب هتعجني بايه يا ام عمر؟ هقول لكم مش هنعجن بحليب، ومش هنعجن ببيض، ومش هنعجن بزبادي ولا رايب ولا اي حاجه خالص خالص. هنعجن بميه عاديه جدا من الحنفيه. يعني بصي وصفه بسيطه لأبعد ما تتخيلي. يعني وصفه بسيطه جدا جدا، وكمان بسطناها زي ما قلت لكم ان ده شعارنا في قناتنا. بنعمل الوصفات بأقل الإمكانيات علشان نقدر نساعد كل الناس، وكمان نقدر نخش كل البيوت ونقدر نبسطها لكل الناس. بصوا يا حبايب قلبي، ازازة مية عادية خالص خالص من الحنفية، وببدأ انزل بالمية تدريجي على العجين بتاعي. يعني مش بنزل بالمية او مش بحدد كمية مية معينة، لان طبعا الدقيق بيختلف من مكان لآخر حسب نوع الدقيق. تمام. فانا مش بلزمك بمية معينة. عايزة اقول لكم ازازة المية اللي هي النص لتر انا اخدت منها حوالي نصها، نصها، نص ازازة المية اللي هي نص لتر نزلت بيها كده على الدقيق، وبدأت اعجن في العجينة بتاعتي لحد ما بدأت تكون معايا عجينة كده لينة اللهم بارك. وكمان عايزاها مش ما تكونش جامدة وما تكونش برضو سايبة خالص. يعني في نفس الوقت تحس ان هي سايبة نسبة تلزيق كده في ايديكي. ايوه انا عايزاها كده تكون سايبة تلزيقة بسيطة كده في ايديكي، علشان طبعا الجو ما بقاش حر زي الاول، فمش عايزينها تكون سايحة معانا. تمام. زي ما انتم شايفين بقى كده العجينة بتاعتي اهوت بعد ما عجنتها شوية بدأت بقى ايه انزل عليها بمعلقتين من السمنة.
معلقتين من السمنه يا ام عمر. ايوه معلقتين من السمنه. ما عندكيش سمنه ممكن تحطي زيت، ما عندكيش زيت ممكن تحطي زبده، زي ما قلنا المتاح عندك في مطبخك اشتغلي عليه، يعني ما تخليش حاجه توقفك. تمام. طيب الوصفه دي انت ممكن تعمليها الصبح للفطار، ممكن تعمليها بالليل للعشاء، ممكن تعمليها بالليل عشان الصبح تعملي منها سندوتشات للولاد، ممكن تعمليها للغدا. وزي ما انا برضو عملتها، انا عملتها كانت جميله جدا جدا. كنت عاملاها مع فراخ مشويه وسلطه وطحينه. كانت اللهم بارك جميله جدا جدا وكفت ووفت. وكمان يعني عايزه اقول لكم اتغدينا منها، وكمان عملت تاني منها بالليل علشان اعمل سندوتشات للولاد تاني يوم. عايزه اقول لك الرغيف حسب ما بتعمليه انت اللي بتتحكمي في حجم الرغيف اللي بتشتغلي عليه، عايزاه كبير عايزاه صغير. لو هتعملي سندوتشات للولاد هتصغري الحجم شويه بتاع الكوره لما بتيجي تقطعيها. عايزاه كبير انت وراحتك بقى، لو هتعملي كبير وتقسميه نصين دي حاجه ترجع لك انت يا حبيبه قلبي. تمام. صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا بقى يا بنات، ادي العجينه بتاعتي بعد ما سبتها حوالي ربع ساعه كده على الرخامه. كنت مغطياها وسبتها على الرخامه كده ربع ساعه. شايفين العجينه بتاعتي زي ما قلت لكم انا عايزاها كده فيها نسبه تلزيقه ما تكونش جامده. وبعدين ببدا بقى اهبط كده الخميره فيها. بحط ايدي كده في طبق الدقيق، وبعدين ابدا الف في العجينه تاني، وبعدين ارجع احط ايدي في الدقيق عشان هي بتلزق، وبعدين اقطع منها كده زي ما انتم شايفين، وابدا اعمل بقى، وابدا زي ما قلت لكم اعمل الكور اللي هي بنبدا نشكل العجينه بتاعتنا على شكل كور كده. بس عايزه اقول لك برضو الخطوه دي مهمه، ان انت حاولي تبرميها كده ما بين ايديكي علشان تقدري تتحكمي فيها لما تيجي تخبزيها، ما يكونش فيها جنب مفتح وجنب مش جنب مقفول، يكون شكلها في النهايه كويس. طبعا الصينيه اللي بحط عليها التقطيع بتاعنا او الكور اللي احنا عملناها من العجين، بتجيبي الصينيه وترشي عليها رشه من الدقيق علشان العجينه بتاعتنا زي ما قلت لكم بتلزق، فما ينفعش نحطها على كده خالص. بنرش رشه دقيق، وبعدين واحنا بنقطعها كده هوريكم اهو زي ما كانوا جدتنا بيعملوا زمان. بتحطي كده العجينه في قلب الدقيق، بتلفيها بالدقيق علشان احنا طبعا زي ما قلت لكم عايزين العيش بتاعنا يكون خفيف كده وتحسين ان هو يعني زي ما بيقولوا ايه رقيق. ما يكونش تقيل كده ولا حاجه، ما يكونش قلبه مليان عجين ولا حاجه. فرحنا بقى ايه زي ما قلت لكم ده الهدف من ان العجينه بتاعتنا تكون ملزقه شويه. وبعدين بحط الكوره كده في الدقيق، وبعدين ارجع احطها تاني على الصينيه بالشكل اللي انتوا شايفينه دلوقتي دوت. بخلص بقى كميه الكور اللي انا بعملها او التقطيع بتاعت العجينه بتاعتي، وابدا بقى اشتغل فيها واقول لكم انا عملتها ازاي بالشكل دوت. اللهم بارك اهوت بعد ما قطعتهم. طبعا انا كنت عامله حجم الكوره كبير شويه. زي ما قلت لك لو انت هتعملها سندوتشات ممكن تصغري تبقى على قد السندوتش بتاع الولاد، فهتصغري فتطلع معاكي اللهم بارك ممتازه فعلا. وبعد كده بقى هنجيب طبق الدقيق زي ما انا حطاه كده جنبي، وتحطي بقى يا حبيبه قلبي رشه دقيق كده تحت العجينه او التقطيعه، وبعدين تحطيها، وبعدين تحطي فوقيها دقيق تاني. يعني بمعنى اصح بنخبزها بالدقيق او بنشكلها بالدقيق فوق وتحت كده عشان تتفرد معانا بكل سهوله. هتعمليها بالنشابه هتعمليها بايدك مفيش مشكله خالص، هي سهله جدا ولينه في ايدينا، مش جامده ولا حاجه اهو بالشكل دوت اهو. بس انا طبعا بشكلها بالنشابه علشان تديني الشكل البيضاوي الجميل دوت، الشكل الدائري سوري معلش، بحيث ان هي ايه بتاخد شكل العيش الشامي زي ما انا قلت لكم. وطبعا التقطيعه في ايديكم لو انتوا عايزين صغير او عايزينه كبير، دي حاجه ترجع لكم انتوا بقى، دي حسب التقطيعه اللي انتوا بتعملوها. تمام يا بنات. يعني لو انا عايزه اقول لك لو انت هتصغري التقطيعه كمان عن كده اللهم بارك هيرمي معاكي كميه حلوه. يعني هو عامله معايا 15 رغيف، لو انت صغرتي التقطيعه ممكن يعملوا معاكي بقى حوالي 20 25 رغيف اللهم بارك. تمام كده بقى خلاص الحجم اللي انا عايزاه. عايزه اقول لكم برضو ان احنا نسيب فيها سمك شويه، ما نرققهاش خالص، بحيث ان احنا انا كده فارده جنبي على الرخامه قماشه كبيره كده، بحيث ان انا افرد عليها العيش بعد ما بفرده. وبعدين يعني زي نظام القرص كده او البكاكين اللي احنا بنعمله، بتفردي بقى حته قماشه كده كبيره على الرخامه او على اي حاجه عندك كده موجوده. بلاش الصينيه علشان لو رصيتيه على بعضه على الصينيه ممكن يلزق. تمام. فخليها بقى على حاجه مفروده كده بالطول او بالعرض، انك بحيث ما تحطيش حاجات يعني كميه كبيره فوق بعضها ولا حاجه. تمام يا بنات.
يا رب اكون بوضح كل حاجه في الفيديو، علشان طبعا تقدروا تستفيدوا من اللي انا بقوله. وكمان ان الوصفه، في ناس كتير بتشتكي ان وصفه العيش ما بتطلعش معاهم مظبوطه، فانا طبعا حابه ان انا اوضح كل حاجه، بحيث ان انتوا لما تشتغلوا على الوصفه تطلع معاكم اللهم بارك زي ما طلعت معايا بالظبط. طبعا كلنا بنفيد وبنستفيد من بعض، زي ما انا ما بتعب وبقدم لكم فيديوهات عشان تقدروا تستفادوا. يا ريت ما تبخلوش عليا بلايك حلو، او كمان يعني لو حاجه بسيطه خالص يعني ايموشن كده اللي هو شكل بسمه في تعليق كده تحطيهولي، اتاكد او اطمن ان انت شاهدت الفيديو بتاعي. وطبعا عايزه اقول لكم جبر الخواطر على الله، زي ما انا بكبر بخاطركم يا ريت تكبروا بخاطري وتحطولي بس تعليق او كومنت حلو كده زي ما قلت لكم لو ايموشن بس. وما تنسوش اللايك يا بنات علشان نقدر نوصل بالفيديو دوت لاكبر عدد من المشاهدات، وكمان نقدر نفيد بعض. طبعا تقدري تشاركيه مع اصحابك وحبايبك ومعارفك عشان تقدروا تفيدوا بعض من الفيديو. كده انا بوريكم كميه التقطيع او العيش بعد ما فردته بالشكل دوت على الرخامه. انا مش مكتره فوق بعضه علشان زي ما قلت لكم ما يلزقش. انا بوريكم كده انا عاملاه ازاي اهوت بالشكل دوت. وطبعا حابه ان انا اشارككم معايا كل خطوه في الفيديو بتاعي النهارده، يعني انا وريتكم كل حاجه كده اللهم بارك بالتفصيل. تمام يا بنات. اتمنى طبعا فيديو النهارده يكون عجبكم واكون عند حسن ظنكم، واكون بقدر اقدم لكم كل ما هو جديد وكل ما بتتمنوه من القناه بتاعتي. التسويه بقى فوق البوتاجاز كده يا بنات، عايزه اقول لكم ممتازه ان انت هتحطي الطاسه بتاعتك، بس لازم ضروري تكون طاسه ما بتلزقش، تيفال او حاجه زي كده او شبيهه لكده ما تكونش بتلزق. وطبعا مش دهنينها زيت ولا اي حاجه خالص. على كده بنعلي النار في البدايه زي ما انتم شايفين، لازم النار تكون عاليه عشان العيش نضمن ان هو يقب كده معانا وياخد اللهم بارك. شايفين يعني زي ما قلت لكم كده الفقاقيع اللي بتظهر. وكمان هقول لكم على معلومه حلوه خالص عشان ما تقلقوش في البدايه. لو انت اول مره تعملي العيش دوت، خدي بالك اول رغيف هتحطيه غير تاني رغيف غير تالت رغيف، بالتدريج كده. يعني اول رغيف هتحسي ان هو بيغيب في التسويه زي ما انتم شايفين كده بالظبط، بياخد وقت. انا حبيت اطول لكم في المقطع دوت علشان تاخدوا بالكم من كل تركايه وحركايه حصلت في الفيديو بتاع النهارده. فخدي بالك اول رغيف بيغيب معاكي في التسويه عبال ما بيرتفع كده ويبدا ينتفخ معانا، غير تاني رغيف. ليه بقى يا ام عمر؟ لان طبعا بتكون الطاسه بتاعتنا لسه ما سخنتش قوي بمعنى اصح او حميت قوي على النار. وكمان الملحوظه اللي بعد كده ان العيش يعني اول رغيف غير اخر غير اول رغيف انت كنت حطاه من تحت، تمام، او اول رغيف انت خبزتيه، فبتكون الخميره اشتغلت معاه او تفاعلت معاه يعني اسرع غير اللي انت بتاخديه اخر واحد. فانا طبعا عشان كنت حطهم فوق من بعض كده على الرخامه جنبي، فاخدت يعتبر من الاخر اللي انا كنت فرداهم. ما خدتش اول حاجه انا فردتها، لو كنت اخدت اول حاجه انا فردتها كان اللهم بارك قب معايا كده وانتفخ بسرعه. تمام يا بنات. كده خلاص اهوت بدأ خد لون، ورجعت قلبته على الجهه التانية. وخدي بالك وانت بتقلبيه يكون بالراحه خالص بشويش عشان ما يتخرمش منك، لانه لو اتخرم مش هيعمل مش هينتفخ معاكي بالشكل دوت. تمام. اللهم بارك. جميل جدا جدا. طريقته حلوة وسهلة وبسيطة وكمان مفيد جدا. وكمان زي ما قلت لك هتوفري كتير كتير يا حبيبة قلبي لما تعمليه في البيت. كده انا بطول في الفيديو عشان اقدر اوريكم يعني او تشوفوا مراحل تسوية العيش على البوتاجاز. ان انا سويته على البوتاجاز ما سويتهوش في الفرن ولا حاجة، واللهم بارك طلع نتيجته ممتازة جدا. وكمان بتحسي بقى لما انت بتعملي حاجة في البيت ان انت يعني بتفرحي كده بلذة وبحاجة كده لها طعم ان انت عملتيها في البيت. اللهم بارك بيكون لها فعلا طعم وحاجة كده. يعني عايزه اقول لكم فاهمين انتوا الاحساس دوت؟ بتفرحي بقى يعني، وحاجه سخنه كده على طول بتاكليها، حاجه انت عاملاها بايديك نظيفه ضامنه انت عاملاها ازاي. فاتمنى طبعا انتوا تجربوا وصفتي وتكتبوا لي في الكومنتات قد ايه طلعت معاكم وقد ايه فعلا استفدتوا منها ولا لا. تمام يا بنات. اتمنى ما تبخلوش عليا، ما تنسونيش وتشاركوا الفيديو مع كل اصحابكم وحبايبكم ومعارفكم علشان نقدر نوصل بالقناه القمر بتاعتنا دي لمكانه ترضينا وترضيكم باذن الله تعالى. ادي بقى كميه العيش الجميله بعد ما خلصناها مع بعض كده زي ما انتم شايفين اللهم بارك. يعني يستاهل ان هو يتاكل حاف بصراحه من غير اي حاجه خالص. عايزه اقول لكم انتم ممكن تعملوا منه كميه وتفرزوه وتشيلوه على جنب بدل بقى ما يعني بهدله العيش.
وفي النهاية بقى يا بنات عايزة اقول لكم اني فعلا بحبكم في الله، لان انتوا فعلا عيلتي الكبيرة اللي انا بحبها. وبشكر كل حد وكل يعني اي حد جديد دخل قناتي وتفاعل معايا، بشكر كل اللي موجودين عندي على القناة وبيتفاعلوا فعلا معايا. بشكركم من كل قلبي وبتمنى لكم الخير والسعادة والرضا. ربنا يا رب يجعل ايامكم كلها خير وسعادة، ويجعل بيوتكم دايما عمرانة بالخير، اللهم امين يا رب العالمين. تمام يا بنات. طبعا كل الدعوات من قلبي لكل مشتركين حبايبي ومتابعيني اللي بيتابعوا فيديوهاتي وكمان بيتفاعلوا معايا. ربنا يا رب يديم السعادة والمحبة ما بينكم ويجعل ايامكم كلها خير وسعادة. اخيرا وليس اخيرا اترككم في رعاية الله وحفظه، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.